المغرب والانجاز التاريخي في كأس العالم. النهارده الصبح كتبت على صفحتي على الفيسبوك ان المغرب ما بيمثلش المغاربه بس، لا ده بيمثل العرب والافارقه والامازيغ والمسلمين كلهم. فرد عليا واحد محترم وقال لي يا ريتنا كنا بنفتخر بحاجه زي مثلا الاقتصاد ولا السياسه. خليني اقول لك يا سيدي الناس ان البرازيل مصدر دخلها او 5% من مصادر دخلها بيعتمد على كره القدم ولاعيبه كره القدم. خليني اقول لك ان اي لعيب لما بياخد فلوس من اي اتجاه بتدخل عليه ضريبه، والضريبه بتتسدد في البلد وبتخش في الاقتصاد وبتتصرف على الناس. خليني اقول لك انني جاني اشعار كده بالخطا وقال لي خش احجز تذاكر كاس العالم، نهائي كاس العالم يعني. دخلت قلت يمكن احصل تيكت رخيص ولا حاجه. دخلت لقيت التذاكر بكام؟ اقل حاجه ب 3000 دولار واعلى حاجه ب 10000 دولار. خلينا ناخد المتوسط، التيكت الواحد ب 5000 دولار ونضربه في عدد الجماهير في استاد لوسيل اللي هي 90000، يبقى 450 مليون دولار في ماتش واحد بس من الجماهير بس، غير الاعلانات غير الرعايه غير التلفزيون غير الشركات غير. خلينا نفترض الاسوأ ونقول ان المغرب هيتغلب الماتشات الجايه. عارف هيخش خزينه الدوله كام؟